في الجيب. تشعل الأزمة قبل القمة. الاتحاد السنغالي يكشف الحقيقة الكاملة ويبرئ لاعبيه من السخرية من مصر. أثارت حركة في الجيب التي قام بها عدد من لاعبي المنتخب السنغالي حالة من الجدل الواسع داخل المعسكر المصري، وأشعلت غضب الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي قبل المواجهة المرتقبة بين مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. ومع تصاعد التكهنات حول كون هذه الإشارة موجهة للاعبي منتخب مصر، خرج الاتحاد السنغالي لكرة القدم ليضع النقاط فوق الحروف. وأكد نوحوم دوان المسؤول الإعلامي بالاتحاد أن الواقعة لا تمت بصلة للمنتخب المصري من قريب أو بعيد، وأوضح أن الحركة جاءت خلال مران داخلي بعد تفوق فريق النجم ساديو ماني على فريق كاليدو كوليبالي، حيث أحرز ماني هدفا حاسما في الدقائق الأخيرة ليحتفل زملاؤه بطريقة عفوية تحت عنوان في الجيب، في إطار المنافسة الودية بين اللاعبين فقط. وشدد المسؤول السنغالي على أن هذا الاحتفال لا يحمل أي إساءة أو رسالة موجهة لمصر، مؤكدا احترام منتخب بلاده الكامل للفراعنة قبل القمة الإفريقية المنتظرة. قبل القمة المرتقبة، حركة في الجيب تشعل الجدل في معسكر مصر، لكن الاتحاد السنغالي يحسمها. لا سخرية من الفراعنة، احتفال داخلي بعد هدف ماني في المران. الاحترام حاضر والحسم في الملعب فقط. الكرة.